السلام عليكم. تخيل أب يحبس بنته في بيت مهجور من غير أكل ولا شرب ورابطها بجنزير، وكل ده علشان طليقته ما تعرفش تاخد البنت منه. دي مش بس أحداث الحلقة ال16 من مسلسل ساعته وتاريخه اللي باسم فيرست ديت، دي قصة حقيقية حصلت في الدقهلية. وبعد عرض المسلسل الحلقة دي قلبت السوشيال ميديا، وبدأت الناس تسأل عن القصة الحقيقية اللي ورا الحلقة دي، وهل فعلا في أب حبس بنته بالشكل ده؟ تعال أحكي لكم القصة الحقيقية. وقبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. معاكم رانيا موزي ودي قناتكم حكايات براند. باباك عمل معاك ايه؟ كان هو رابطني قلتك ليه؟ عشان بمشي. في 28 أكتوبر سنة 2024 في قرية كوم النور التابعة لمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية تم اكتشاف الجريمة دي. في البداية كان الأهالي بيسمعوا أصوات غريبة طالعة من بيت مهجور. في الأول افتكروا إن البيت مسكون وإن الأصوات دي أصوات أشباح ساكنة البيت ده، ولكن لما الأصوات بدأت تعلى وتزيد وبقت بتتكرر كل يوم، ولما ركزوا لقوا زي صوت أنين طفلة، وقرروا إنهم يتجمعوا ويروحوا يشوفوا إيه حكاية البيت ده وفي إيه جواه. وبعد ما دخلوا البيت من على السطوح اكتشفوا المفاجأة، اكتشفوا إن في طفلة عمرها 14 سنة هزيلة وفي حالة ضعف تام، موجودة لوحدها جوه أوضة في البيت المهجور، ورجليها مربوطة بجنزير في السرير، وجنبها أطباق وحلل قديمة، وما كانوش قادرين يستحملوا الريحة جوه الأوضة، لأن للأسف الطفلة الصغيرة زي ما قلتلكم مربوطة بجنزير، فما كانتش بتعرف تخرج برا الأوضة دي، فخلت ركن في الأوضة مكان لقضاء حاجتها. والصدمة الأكبر والمرعبة أكتر إن الطفلة دي هم عارفينها كويس، دي شهد، طفلة اختفت من 3 سنين، وإنهم لما كانوا بيسألوا أبوها عليها كان دايما بيرد إن البنت كويسة وإنها عايشة مع ناس قرايبه في القاهرة. ولما سألوا شهد عن مين اللي حبسها في البيت بالشكل ده، قالت إن أبوها هو اللي حبسها في البيت بالشكل ده بحجة خوفه عليها بعد انفصاله عن أمها. وعرفوا إن شهد كانت محبوسة في الأوضة الضيقة دي وعايشة في الضلمة، ولقوا إن في حد مقفل عليها بخشب وأحجار تقيلة. طبعا الأهالي على طول بلغوا البوليس، ولما وصل البوليس للبيت على طول نقلوا البنت للمستشفى واتقبض على أبوها، والنيابة قررت تحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. وفي التحقيقات قال الأب إنه طلق مراته من 3 سنين، وبعدها قرر إنه يخفي بنته علشان ما تعيش مع أمها، وقال إنه عمل كده علشان خوفه على بنته وعلشان عايزها تعيش معاه هو وتفضل جنبه، يعني عذر أقبح من ذنب. ولكنه أنكر إنه كان بيعذب بنته. طبعا أم شهد ما كانتش تعرف أي حاجة عن الموضوع ده، وبحسب كلامها فإن بعد انفصالها عن جوزها كان بيبلغها عن طريق قرايبه إن بنتها كويسة، ولكنه كان رافض يسمح لها تشوفها. وقالت الطفلة شهد إن كل اللي بتحلم بيه هو إنها تعيش حياتها زيها زي أي طفلة عادية، تلعب مع أصحابها وتشوف النور والشارع. وكان واضح إن لسانها ونطقها اتأثر من قلة الكلام مع الناس، فهي كانت محبوسة لمدة 3 سنين، فما كانتش بتشوف حد ولا بتتكلم مع حد غير أبوها لما يروح لها. وقالت إنها مش عايزة من أبوها أي حاجة غير إنه يسيبها في حالها. وحكمت محكمة جنايات المنصورة على الأب بالسجن المشدد 3 سنين، فهو حبسها وربطها وضربها ومهتمش بأكلها وشربها. وقررت النيابة العامة تسليم الطفلة لجدتها من الأم لرعايتها، وتم حبس الأب. هستنى رأيكم في التعليقات. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو انت مشترك ما تنساش تعمل شير في كل مكان، دعمكم مهم قوي عشان نقدر نكمل. ولو عايزين نقول القصة الحقيقية الحلقات تانية من المسلسل اكتبوا لنا في التعليقات، ولو عايزين نتكلم عن موضوع معين اكتبوا لنا برضو في التعليقات. بس كده، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.